صبيت كيلو سميد أرطب، نعمل حفرة نحط فيها مغرفة ونص خميرة 15 جرام، مغرفة سكر، بيضة كاملة، 4 مغارف زيت زيتونة، الملح، ونزيدو الزريرة، جلجلين، سيونوج وبسباس يفوح على الاخر الخبز، ونلمو العجينة متاعنا بالماء الدافي، زدت شوية كركم باش يعطينا لون مزيان. بعد ما لمينا العجينة متاعنا نعجنوها بالكدا مدة 10 دقائق، وكل مرة نزيدوها الماء الدافي لين نتحصلوا على عجينة طرية وتتلصق في اليدين، ندهنوها بشوية زيت ونخلوها تخمر لين يضاعف الحجم متاعها. بعد ما خمرت العجينه باش نقسمها، واحده باش نحلها في طبق مدور باش تجينا كيف متاع الكوشه، حليتها بالباهي وباللام عملت فيها خطوط، ندهنها بشويه حليب، نرش عليها اللفاح متاع الخبز وندخلها للفور سخون وهو مطفي دارجين من زمان، وبعد نحل عليها الفور على اعلى درجه ونخليها تطيب. الخبيزه الثانيه عملتها على شكل ورده، ومن بعد ما رتحتها شويه دهنتها باصفر عظمه شويه حليب، رشيت عليها لفاح ودخلتها تطيب. والخبزه الثالثه حليتها على السميد، رشمتها